بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم إسلام معاكم في مطبخ أم سمسم. النهاردة هنعمل مع بعض المخلل. جبت لكم سر المخلل بقى من إيدين ست الكل ماما. بصوا بقى الجمال كله بقى من إيدين ماما ست الكل، البركة كلها من إيدين ماما. النهاردة هنعمل مع بعض مخلل الزيتون العزيزي أو العجيزي، مش عارفة هو اسمه إيه بالظبط. وهنحط معاه ليمون وهنحط معاه فلفل وهنحط معاه اللي هي الشطيطة دي الخضرة. وماما هتعمله لكم بكل التركات بقى بالبيضه. هنستعمل البيضه. انا جبت لكم النهارده احلى مخلل هتاكلوه من ايدين ماما، بس جربوا الطريقه دي ومش هتندموا ابدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا طبعا الليمون احنا حطيناه على النار، غسلناه طبعا اكيد ونضفناه كويس وحطيناه على النار. خد غلوه بس، مجرد غلوه بس، يا دوب غلى. صفي بقى النار وبرديه. تمام، هو يا دوب بس الميه تغلي عليه غلوه واحده. وهنا معانا الزيتون، ماما بدأت تغسله. الزيتون العزيزي بتاعنا احنا هنا، ماما هنا اللي شقته. على فكرة المخلل ده يا جماعة احنا بنعمله ان شاء الله رمضان. المخلل اللي عملناه قبل كده اللي انا فتحته بعد 18 يوم ده ما كملش حاجة. ده الليمون اللي انا سلقته ووريته لكم وانا بس كنت بسلقه لماما. طبعا الزيتون اللي احنا عملناه قبل كده اللي ما عادش بالظبط 17 يوم وكلناه، ده تقريبا يعني يمكن قرب يخلص. والله كنت عامله منه برطمانين والحمد لله. في واحد يعني ايه يعني هو يقدر يوصل لرمضان ان شاء الله. اما عندنا الزيتون ده اللي ماما بتغسله، ده اللي احنا بنعمله لرمضان، ده اللي احنا مش هنفتح عليه الا على رمضان ان شاء الله. وهجيب لكم الفيديو واحنا بنفتح عليه برضو ان شاء الله ان عشنا وكان لنا عمر باذن الله. ودي الشيء. ماما هنا غسلت الليمون وبردناه، وغسلنا الزيتون وغسلنا الشطيطه اللي هي الشطه. وطبعا هنغير الميه وهنغسل الفلفل. تمام كده. انا بس مش حابه اطول عليكم الفيديو فكنت بفصل واشغل تاني. هنا غيرنا الميه وغسلنا الفلفل وغسلنا الشطه كمان مره برضو، يعني نضفيها اللي يكون عليها اي حاجه طبعا. وهنا الفلفل ماما حبت ان هي تجيب فيه احمر، بتقول ان هو بيبقى جميل فيه بصراحه. وكل حاجه من ايدين ماما بتبقى جميله وكلها بركه طبعا. ربنا يا رب يديها الصحه ويخليها لنا ما نتحرمش منها ابدا. هنا احنا حطينا، هي حطت ميه وبتستعمل الملح اللي هو الرشيد اللي هو السايب اللي بيتباع بالكيلو كده، غير الملح اللي هو الاكياس ده ملح تاني غير اللي انا عملت بيه قبل كده. تمام. هنا هي بقى بتحط الملح وبتحط البيضه. لاحظي بقى معايا البيضه كده، لاحظي بقى معايا البيضه كده، البيضه ما عمتش كده، يبقى كده لسه الميه عايزه محلول ملح. لسه الميه عايزه ملح، اسفه. هنا هي هتزود ملح تاني. تمام، هتحط ملح تاني وبتحط البيضه تاني برضو. البيضه لسه اهو. هنا هي حاشت البيضه وهتحط ملح تاني. هتظبط، لازم البيضه تعوم يا جماعه. تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنا هي زودت ملح تاني اهو حطت ملح تاني. هي بتحط بالتدريج عشان الملح ما يجيش زياده منها. تمام كده. لو وصلتي معايا لحد هنا اول مره تشوفيني مشكوره، يا ريت تدعميني وتشتركي في قناتي وما تنسيش اللايك طبعا. او ايه رايكم. هنا هي هتحط تنزل بالبيضه تاني زي ما احنا شايفين. عايزه ملح تاني حطت تاني برضه اهو. ده سر بقى الصنعه يا جماعه، من قلب الفلاحين جبت لكم احلى مخلل. لسه برضو لا كده البيضه خلاص تقريبا ايوه عامد اهي. بصوا البيضه كده عامد كده. تمام كده. هي بدات بقى ايه تفضي بقى البرطمان. هي تحط بقى حبه زيتون زي ما انت شايفه كده في اخر البرطمان، وحبه فلفل من ده. تمام زي ما انت شايفه كده، وحبه ليمون من اللي انا كنت سلقته. وانا قلت لكم ان احنا سلقناه غلوه واحده بس، احنا مش عايزين نهريه يا جماعه، غلوه واحده بس وطفي النار وبرديه على طول. هنا هتحط حبه زيتون على حبه فلفل على حبه ليمون على حبه شطيطه من اللي هي الشطه الحراقه جامد دي. وهنا طبعا في توم. هي هتحط توم فصوص، هي مش بتقطعه، هتحط التوم كده فصوص. هنا هتحط فلفل تاني. هي حابه ان هو يكون مشكل فهتحط من كل حاجه حبه كده، حبه من هنا وحبه من هنا وحبه من هنا. هي حبه زيتون وحبه ليمون. هنا على فكره الزيتون احنا مش مشققينه والفلفل مش مشققينه برضو، لان ده المخلل ده هيرقد لرمضان يا جماعه ان شاء الله. نعيشنا كده وكان لنا عمر هنفتحه مع بعض. تمام كده اهو. بتحط حبه من هنا وحبه من هنا وحبه من كل حاجه بقى كده، تخليطه كده. تمام كده زي ما انتوا شايفين. هي عماله تهز في البرطمان عشان ياخد كميه اكتر معاها، لان الكميه كانت ما شاء الله كتيره. وهي بتحط توم يا جماعه اهو. هي بتحط توم، بتحط حبه الشطه او الشطيطه مش عارفه بتقولوا عليها ايه، اللي هي الخضره دي. هي بتبقى جميله والله، بتبقى حراقه. بس ايه بقى للجماعه اللي هم بيموتوا في الحاجات الحراقه بقى، العشاق الحراق. وكمان الزيتون بيبقى حراق بس بصراحه بيبقى يجنن يا جماعه. مخلل ماما ده بيبقى تحفه غير اي مخلل انت هتاكليه بقى، بس جربي بطريقه ماما. وكمان ده كله بركه يا جماعه، شغل الفلاحين بقى الفيوميه. هنا تمام زي ما انت شايفه كده.
هي بتهز البرطمان وبتبص وبتحط هي على فكره هي بتحط توم، انا مش عارفه انا التوم راح فين، ما شفتوش ليه وهي بتحطه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو جديده معايا او حتى مش جديده مشكوره، يا ريت تشتركي في قناتي ويا ريت تدعميني بلايك فضلا وليس امرا. اهو هي بتحط من هنا ومن هنا ومن هنا من كل انا حبيت اجيب لكم كل التفاصيل، بس يا رب ما تزهقوش مني. تمام كده، عماله تهز في البرطمان وبتحط توم اهو. التوم هي بتحطه صحيح كده، احنا مش بنقطع التوم لو سمحتوا يعني. وهنا ننزل بالليمون برضو. بتحط بقى حبة زيتون، حبة ليمون، حبة فلفل، حبة شطة، من كل حاجة بقى، من كل حاجة كده. تمام كده اهو زي ما انتوا شايفين. احلى مخلل هتاكلوه من ايد الست الكل، البركة كلها. يلا كده احنا جمعنا كله كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو وصلتي معايا لحد هنا مشكوره، يا ريت تشتركي في قناتي وتدعميني بلايك فضلا وليس امرا. شكرا لكل حبايبي اللي شجعوني في الفيديو اللي كان قبل ده اللي كانت ماما عاملاه برضو. الف شكر ليكم، انتوا بتشجعوا ماما حبيبتي ست الكل. كده تمام. ونحط بقيته اهو. هي بتجمع كله بقى كده، كله 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 كده. حطت فلفل وليمون، حبه من هنا وحبه من هنا وحبه من هنا. وقلت لك الليمون احنا غليناه بس غلوه واحده، ما تحطيهوش ني. ليه؟ لانك انت لو حطيتيه ني مش هيستوي ابدا ابدا، هيبقى شديد على طول كده عمره ما يستوي. لكن الغلوه دي بتفرق معاه، بتيجي تطلعيه بقى يبقى زي الزبده كده، يبقى جميل. ما تقوليش هيتهري، لا بالعكس بيبقى جميل جدا بصراحه. تمام كده. دي بنت اختي يا جماعه بتساعد ماما، بترص معاها وبتكمل معاها. تمام زي ما انتوا شايفين كده، بيعملوا بقى كده اللي هي التريكات الاخيره بقى. خلاص كده تمام. كده البرطمان كده تمام. هي هنا بقى هتنزل بالمحلول الملح اللي احنا عملناه مع بعض بالبيضه. عملها ايه بنت اختي بتقول لكم اعملوا لايك، ودي ماما بتقول اعملوا لايك، ودي بنت اختي التانية بتقول بنت اخويا يعني ماما وبنت اختي وبنت اخويا يا جماعه. دي اللي لابسه اسود بنت اختي، واللي التانية دي اللي كان ايدها صغنونه دي بنت اخويا. ودي ماما. كلهم عاملين يقولوا لكم اعملوا لايك اهو ما تنسوش. كده تمام. هنا بقى هي هتنزل باخر حاجه بقى المحلول. هتملى المحلول هتحط محلول لحد ما البرطمان يتميل لحد الاخر. طبعا الحبه اللي فاضوا دول هي هتلموا بقى في برطمان تاني صغير كده على قده، لان الكميه طلعت اكبر من البرطمان. طبعا ما تنسوش التوم، هي بتحط التوم صحيح. تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دلوقتي هي هتحطي ايه بقى على الوش؟ لسه بتحط ميه، لسه المحلول الملح اللي هي عملته معاكم. محلول الملح ده زي ما قلت لكم هي ظبطته بالبيضه، كانت بتحط البيضه وتقلب لحد ما ظبط معاكم. لو شفت الفيديو من اوله لاخره هتشوفي كده معايا. تمام كده. كده تمام. كده البرطمان كده تمام، والميه كده تمام، المحلول تمام. ده زيت يا جماعه، مهم قوي حبه الزيت دول. مش زيت زيتون ولا حاجه، اي زيت اي زيت موجود عندك. ده ميزته ايه بقى؟ ان هو بيمنع الوش ده انه يعمل اي عفن خالص. واقفلي بقى، حاولي ان انت تحطي كيس وتقفلي برطمانك عشان ما يدخلوش هوا، لان انت هترقديه لحد رمضان ان شاء الله. يعني البرطمان المخلل ده ان شاء الله هنفتح عليه في رمضان. يلا بقى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.